رنجة متشوحة ومدخنة كده ومتفتحة بالواحدة، ولا نشفت مني ولا اي حاجة. تعالى اقولك الطريقة بقى. والناس اللي بتشتكي ان الرنجة لما بعملها كده على البوتاجاز بتنشف وما تتفتحش مني، تعالى اقولك اول حاجة مهمة واول تركة لازم تعمليها. انا جبت الصينية هنا. يعني الناس اللي بتعمل كده بتشوحها على البوتاجاز طبعا بتبهدل البوتاجاز. لا، هاتي الصينية بس اوعي تحطي الرنجة غير والصينية بتاعتك سخنة نار. يعني لازم تحطي كده الرنجايه والصينيه نار، فتحطيها اول ما تلمس الصينيه هتفتح معاكي كده. لو حطيتي الرنجه والصينيه بارده والنار مش حاميه عليها، عمرها ما تتفتح بالشكل ده، ولا عمرها جلدها كده يدوب كده وتبقى بالجمال، وهتنشف منك. فشفتوا بقى ان اول ما حطيت في الصينيه وهي سخنه، بمجرد يعني لحظه واحده، وهاتي بقى معلقه كده وتكي زي ما انا بعمل. يعني تكي على الرنجايه كده واقلبيها على الناحيه التانية، هتتفتح زي ما انت شفتي كده. بسم الله ما شاء الله، اتفتحت كلها وجلدها كده اتشال. انا عارفه ان في ناس بتحب الرنجه تاكلها كده مش متشوحه، بس لو جربتي المتشوحه دي هتحسي ان هي اشبه من المدخنه كده وطعمها حلو قوي، وتكاد تكون دايبه كده. هتغيري فكرتك خالص عن الرنجه ومش هتاكليها بعد كده. يعني مش متشوحه، هتحبي تعمليها كده. وبصوا بقى الذوبان حلوه جدا. النهارده بقى كان نفسي بصراحه في البطروخ اللي هو مخرز ده، ولقيته الحمد لله. انتوا عارفين ان بقى الرنجه المبطرخه دلوقتي بسعر تاني خالص، وساعات البطروخ تشتريه بمبلغ وقدره تاني خالص. بس انا لقيت بقى الكنز النهارده وفرحت جدا لان انا كان نفسي فيه بصراحه. فاشتري الرنجايه الطريه اللي بتلمع معاكي، اللي لونها ذهبي، العريضه ومش الرفيعه، وهتعملي بالطريقه اللي انا قلتها لك دي. هتتفتح معاكي وتبقى زبده كده. بصوا ما شاء الله، حاجه كده. وبصوا بقولك شميها كده هتحسي ان هي مدخنه طالما شمت النار كده، وحاجه حلوه جدا دايبه يا جماعه. ولا التفتيح بتاعها كده، جربوا الطريقه. وبصوا بقى البطروخ في ناس كتيره بتحبه زي كده ما شاء الله، كان حلو جدا. وتحسي كمان ان البطروخ بقى زي المدخن كده. عارفه لما تشتري رنجه مدخنه او السمك المدخن ده، بقى البطروخ زي المدخن كده وطعمه حلو جدا. جربي الطريقه هتعجبك جدا وتتفتح معاكي بالشكل ده وتبقى زبده خالص خالص. وبالهنا والشفا. نجيب بصل بقى وخيار وناكل وبالهنا والشفا.